بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بدأ الجزء التاني مع رفيق جونج سوك، كان موجود في عربية مع أخته وكمان جوزها وابنهم الصغير. كانوا خارجين من مدينة بوسان للمينا، بس فجأة ظهروا قدامهم أسرة صغيرة كانت عمالة تطلب منهم المساعدة. وهنا جونج سوك رفض إن هو يساعدهم علشان الأب كان شكله إن هو مصاب، وبكده جونج سوك خاف إن هو يتحول لزومبي. بعدها اتنقل المشهد لشخص كان موجود في مقابلة على التلفزيون، كان عمال بيقول إن الفيروس انتشر في كل حتة، والناس اللي كانوا فاكرين إن مدينة بوسان متأمنة وما فيهاش أي فيروس طلعوا غلطانين، والزومبي اجتاحوا المكان. وقال إن الحكومة قدامها بس يوم واحد ويفقدوا السيطرة على الزومبي خالص، وفي خلال اليوم ده كان لازم على كل الناس إنهم يركبوا السفن اللي هتوديهم لليابان. ولما راح علشان يسأل ويشوف السبب إيه، كان ساب وراه شخص مصاب ومحدش واخد باله منه، وهو عمال بيتحول لزومبي. ويجي عسكري بسرعة للرقيب ويقول له وما كانش قدامهم غير إن هم 3 أيام بس يروحوا فيهم ويرجعوا. وفعليا بعد ما راحوا للمدينة دي لقوا كل حاجة موجودة فيها خراب خالص، وأخدوا عربية قديمة من على جنب الطريق وبدأ إن هم يدوروا على الفلوس التانية. في طريقهم شافوا عربية شبه المطلوبة على جنب الطريق، ونزل جونج سوك علشان يتأكد من أرقامها، بس للأسف ما كانتش هي المطلوبة. بس فجأة سمع حاجة غريبة، كانت كمية كبيرة جامد من الزومبي ورا الإزاز ده. بعدها فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا عند العربية المطلوبة، وكانوا فاكرين إن السواق اللي موجود جواها ميل، ولحد ما وصلت جوا نفق، وعلى آخر النفق ده كان موجود كمية كبيرة جامد من الزومبي. بس المشكلة هنا إن كان صعب عليها إنها تعدي من وسطهم دائرة إنقاذ. بس بنته وأحفاده كانوا فاكرين إن هو خلاص بينفخ في قدرة محرومة، يعني كل اللي هو عمال بيعمله ده كان من غير أي فايدة علشان ما فيش أي حد بيستجيب. دخلت عربية على آخر لحظة وكان موجود جواها الأم، كانت عمالة بتقول له يركب، بس هو كان واقف قدام جوز أخته واللي ما قدرش ينقذه، لا هو ولا أخته ولا حتى ابنهم بدول، لحد ما جت جون إيه وفضلت إنها تسفيهم، وقامت مشغلة النور وسحبت وراها كل الزومبي. وعلى طول ما راحت وراها بالعربية التانية لحد ما الجد ده أطلق ألعاب نارية في شارع جانبي علشان الزومبي يروحوا وراها، وفعلا ده اللي حصل، أو بمعنى تاني أكلوه. وخلاص لما كانت العربيتين على وشك انهم يوصلوا للسفينه، تيجي فجاه كده ومن غير اي سابق انذار عربيه تانية وتخبط في العربيه اللي موجود فيها البنتين والجد، ترجع تقف على باب السفينه، وده اللي منع الباب ان هو يقفل. وعينك ما تشوف الا نور، كميه كبيره جامد من الزومبي دخلت لقلب السفينه دي، وما فضلش فيها اي حد على قيد الحياه خالص. وعلى اخر لحظه ظهرت الطياره قدامهم، والام هنا طلبت من جونج سوك ان هو ياخد بناتها وينقذهم مهما حصل، وفعلا بدا ياخدهم ويجري. وفي نفس الوقت الام كانت بتحاول ان هي تجري وراها، بس للاسف ما قدرتش وفضلت تحمي ظهرهم لحد ما ركبت عربيه تانية وحواليها كميه كبيره جامد من الزومبي.